الحالة المناعية بتاعتهم بتتحسن. كل هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي نشهدها في مثل هذا الوقت كلنا من كل عام. كلنا. مم. وحتى دلوقتي في تعريفات للإعاقة بتقول لك الإعاقة هي التي تمنعني من التمتع بالحياة. يبقى معنى كده ممكن تحطي مم. الربو الشعبي كمرض إعاقة، لأنه مم. بيمنعني من الذهاب للعمل ويمنعني من الانخراط في الدراسة. أمراض ممكن الحساسية عامة ممكن ممكن أن يحرمني تدرك تحت ممكن أنواع يحرمني الإعاقة. يحرمني من دخول الامتحان. حساسية أنف، واحد عنده سداد في أنفه، واحد عنده تورم في عينه، ممكن ما يروحش الامتحان. واحد عنده صدمة تحسسية يدخل مستشفى أو عناية مركزة ويغيب عليه الامتحان، يغيب عليه فرص العمل، ممكن عدة مرات يغيب عن العمل، ينفصل عن العمل بتاعه. يبقى ايضا الحساسيات لازم نعترف انها نوع من الاعاقات الخفيه الكامنه. ومن ضمن كمان المزايا الخاصه بالحساسيات ان الاستثمار فيها سهل، بحيث ان احنا اما بنعالجها بيبقى في العائد اسرع من مثلا زي الشلل الرباعي. اسرع والنتائج تمام. بتبقى افضل شويه. كلهم محتاجين مننا تدخل طبي، كلهم محتاجين مننا